السلام عليكم العشران والعشيرات، العشيرات زعما بالمعنى الاسلامي النقيقي، راه حنا صايمين. دابا تكون تمت التعبئه بنجاح، ياك كليتو مزيان، عركتوها بعدا وبالصحه والراحه. المهم، انا عندي لكم واحد السؤال وبغيت جوابه. شنو كتسميو اللي كيفيقكم للسحور؟ داك اللي تيكون هاز الطبل ولا النفار وتيبدا يطبل ولا تيبدا يغيط باش كيفيقكم للسحور؟ حنا كنقولوا ليه في الجهه ديالنا جوج ديال السميات، يا الطبال يا النفار. وراه عنده بزاف ديال السميات واحد اخرين باش كيتسمى. فانا بغيت نعرف انت ولا انت باش كتسميوه عندكم في المنطقه ديالكم. قصتنا ديال هذا النهار مرعبه ديال بصح وغريبه، وقعت في واحد الليله من الليالي ديال رمضان، فبغيتك تسمع حتى الاخر وبغيتك تعطيني تفسير شنو وقع لهاد السيد. قصه فميكتها وما عمرها ما تعاودات نهائيا. لذلك بغيتكم ما تنساونيش وتكتبوا لي من لي جيم والكومونتيرات والبارطاج. صلوا لي على النبي عليه الصلاه والسلام، ونذكروا الله مجموعا ونقولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. راجل في العمر ديال 55 عام، ولد مدينة سلا بالضبط، كان ساكن في سلا المدينة في باب المريصة. هاد البلاصة قديمة بزاف في سلا، حتى انها كتعتبر من المناطق التراثية ديال سلا. طرات ليه قصة كتخلع. با حميد كيف ما كان كيتسمى ولا كيسميوه الناس انذاك، واحد السيد كان تيفيق الناس باش يتسحروا في الوقت ديال السحور. كيهز الطبل ديالو ويبدا يدور في الازقه والشوارع ديال سلا المدينه، والسحور دد 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 دد، والسحور دد 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 دد. فهكا كان تيفيق عباد الله. قصه ديال اليوم واعره بكاع المقاييس. حميد هو اللي عاود هاد القصه هادي ديالو لولادو، وبقات كتوارث هاد القصه من الاولاد للاحفاد حتى وصلت لنا اليوم، وغادي نعاودوها لكم. تيقول حميد: انايا مولف لمده اكثر ديال 30 عام، كنخرج كل رمضان في الوقيته ديال السحور، وكنبدا نطبل زداف 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 زداف. سحور نوضو تسحروا، زداف 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 زداف. سحور نوضو تسحروا. وكنبقى ندور في الاحياء والازقه ديال سلا المدينه. انايا ولد باب المريصه، هادشي كما قلت لكم لمده ديال 30 عام وانا كنمارسو سنين وسنين. وكل رمضان كيجي كندير نفس الحوايج. المهم، في عام 2000 بالضبط كان جا رمضان في البرد. بدا رمضان بخير، العشر ايام الاولى كانت بخير وعلى خير. كنخرج كل ليله، كنبقى نطبل. واخا كيكون الشتا ولكن كتكون الاجواء عاديه. كيبانوا ليا الناس، كيبانوا ليا وليدات صغار، كيبانوا ليا عباد الله ماشي بزاف، تيبان لك واحد جوج. كنبقى انا تندور تما، يعني في هذوك الشوارع وفي هذوك الدروبه. اللي فيقتو راه فيقتو، واللي عطاني شي حاجه عطاها ليا، يا من فلوس يا من ماكله اللي كان كنشدها عندي وكنبقى مكمل. كنبقى مكمل هكاك حتى كتبقى واحد الساعه باش يود الفجر. كنمشي للجهه ديال الجامع، تما كيكونوا الناس الله يجازيهم بالخير جايبين السحور. كنريح كنتسحر، كنصلي معاهم ما تيسر من الصلوات، كنصلي صلاه الصبح وكنرجع لداري وكنتكا في حالاتي. وهكذا دواليك. المهم، بقيت غادي هكا حتى لواحد الليله بالضبط، في الليله ديال النص، وما عمرها ما غادي تنسى ليا. ليله واحده غادي نقول لكم حسيت فيها دازت عليا بعام ولا عامين. في واحد الليله من دوك الليالي اللي قلت لكم ديال رمضان، وفي الليله ديال النص وانا خارج من الدار، اش غادي نقول لكم؟ اول مره غادي نحس بواحد البروده في الجو ما عمرني ما حسيت بها في حياتي كامله. هذه الاولى. الشتا كانت خفيفه ومعاها مخلطه الضبابه، بحيث انه ما كيبانلكش مزيان شكون قدامك. زائد البوطويات ديال الضو ديالهم بقوه ما هو خافت، كيجيبوا لك الخوف. المهم، انا قلت لكم حس بالبروده، وكنت لابس عليا واحد الجلابه ديال الصوف، اللون ديالها كان قهوي، وداير القب على راسي، وداير واحد الكشكول صفر على العنق ديالي مخافه من البرد، ولابس صباطي، وداير واحد الليكات ديال الصوف في يديا، وهز الطبل ديالي والعصيه وكنطبل زداف 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 زداف. السحور، تصوروا معايا جات باش غادي نقول داك السحور كيف ما الايامات الاولى ما كاينش، بقوه ما البرد كيلعب بيك وكتحس بيه كيشدك من المعده ديالك وصدرك. فبقيت غادي وتنطبل. واش غادي نقول لكم؟ انا كنقول لكم كل ليله فاش كنخرج كنبقى نطبل في الوقيته ديال السحور. تيبانوا ليا الناس، تيبان لي مثلا راجل، جوج رجال، جوج دراري. انا مهم شي حاجه بحال هكا. هذيك الليله وكانت خلا وخوا في خوا.
وحتى واحد ما كاين، لا طيرا يطير ولا وحش يسير والو. صوروا معايا الدروبه ديال سلال المدينه كاملين خاويين، البوطويات ديال الضوء بقوه ما كاين الضباب ما كيضويوش مزيان، وانا غادي تنطبل. شنقول لكم؟ المهم في هاد الوقيته اللي انا غادي تنطبل فيها بديت غادي حتى كندخل في واحد الشارع. هاد الشارع معروف في باب المريصه وما غاديش نقول شنو السميه ديالو، ماشي شارع، درب. وهاد الدرب كان ضيق، هاد الدرب كانوا فيه ديوره قدامين بزاف بقوه ما تبناو ودازوا عليهم اعوام واعوام، يعني ما عمرهم ما تردموا وتعاودوا ولا تصلحوا، لا بقاو بحال هكاك. المهم فاش كنوصل للباب ديال داك الدرب كندخل ليه، اش غادي نقول لكم، حسيت بواحد التبوريشه ماشي عاديه، ما عرفتش علاش. زائد هاد الدرب هذا تيتعاود عليه من زمان انه درب خايب. بحالاش درب خايب؟ انه قال واحد السيد كان حلاق وتما نيت عنده واحد المحل ديال الحلاقه، وفي داك الدرب في واحد الليله من الليالي ونيت في البرد، ماشي في رمضان، كان غير في نهار عادي، يعني في ليله عاديه، جا عنده شي واحد ودق عليه في المحل ديالو ديال التحلاقيت وقال ليه اجي معايا للدار بغيتك تحسن ليا. قال لك هذاك السيد مشيت تبعت داك الراجل اللي جا لعندي ودخلت معاه لواحد الدار ونيت في داك الدرب. قال لك دخلت معاه لديك الدار حسنت ليه، قال لك واحد شويه حسيت بواحد الدوخه جاتني في راسي، قال لك كنطيح تنفيق، قال لك كنلقى هذيك الدار كانت خربه، مع العلم قال لك فاش دخلت ليها المره الاولى كنت مقاده وفيها الطوابل الكراسه المساند. المهم قال لك كان الدار في الاول على مزيناتها، غير قال لك سخفت وفقت ما لقيتش داك خونا والدار كانت خربه. قال لك تما بقيت تنغوت وهربت من ديك الدار وعرفت انه هذاك السيد هذاك اللي جا عندي ماشي انسان وماشي بشري، وانما والعياذ بالله جن. المهم تيقول لك با حميد بقيت انا غادي في داك الدرب وما قال لك ما عرفتش علاش طاحت لي هاد ليستوار هادي، يعني هاد القصه هادي اللي كان نعاودها لهم الصديق ديالهم اللي حلاق، طاحت ليه في البال في ديك الليله. قال لك بقيت غادي وتنطبل، ولكن شنو قلت مع راسي، دابا حنا في رمضان ما كاين لا جنون لا والو، كيتصفدوا وكيتشدوا كاملين. المهم وانا غادي كنطبل حتى واحد شويه الجلابه اللي انا لابسها كنحس بحال الا شي واحد كيجبدني منها. فاش كندور ما تلقى حتى شي واحد، ويلي واش كنحلم ولا لا يمكن غير جاب لي راسي، غير كنتخيل. المهم قال لك بقيت غادي، تصوروا معايا حتى المشاش والكلاب اللي تيكونوا في داك الدرب ما كاينينش في ديك الليله والو، وتقول الضبابه والشتا خفيفه والبرد، حتى انه فاش انا كنقول والسحور كيخرج ليا الفوار من فمي. تصوروا معايا البرد الى درجه واصل ليه. المهم قال لك ما ديت ما جبت في هذاك الشيء اللي طرا ليا في المره الاولى، وبقيت غادي كنطبل زدفداف زدفداف والسحور والسحور، وانا غادي في داك الدرب ووسطو تما كانوا بزاف ديال الديور مهجورين، يعني الناس فيهم ما ساكنينش، يا راحلين يا اللي في اوروبا يا اللي دايرين لهم الكرا ومازال ما تكراوش. زائد هذاك الدرب معروف عندنا في سلال المدينه، وانا غادي في داك الدرب حتى شي شويه كنسمع الصوت ديال ولد صغير تيضحك. فاش كندور كيبان ليا ولد صغيور، ولكن مع الظلام والضبابه ما بانش ليا مزيان، بان ليا غير بحال الخيال. هو يقول ليا زيد عمي زيد زيد طبل. فاش بقيت تنشوف فيه ما لقيتوش حدايا. انا هنا بديت كنحاول نكذب راسي وكنحاول ما نخوفش راسي وتنقول لا راه ما كاين لا جن لا والو. المهم بقيت غادي في هذاك الدرب حتى كنوصل للجهه ديال واحد الدار. الجهه ديال ديك الدار بالضبط وانا عارفها كانت ديال واحد النصراني كان ساكن تما، ولكن كانت طرات فيها واحد المجزره كانت تقتل مسكين فيها وتذبح، وصافي ديك الدار بقات هكاك، ولادو ولا الاحفاد ديالو ما جاوش لديك الدار، فبقات هكاك ما مسكوناش. المهم كنوصل للجهه ديال ديك الدار وانا راه كنقول لكم ولد سلام المدينه، وكنعرف كل درب مزيان وكل دار كنعرفها، لانه ديك الدروبه كاملين لعبت فيهم حتى شبعت منين وانا صغير. المهم وصلت للجهه ديال ديك الدار كتبان ليا واحد العويفيه مشعوله، ويلي مزيان نبغي نتدفى ونيت في هذا الليل هذا والبرد. فمشيت كندير يدي على ديك العويفيه كنتدفى بها، مع العلم ديك العويفيه ما كانتش كتطلع الدخان، وهذا الشيء راه ما انتبهتش ليه بسبب الضباب اللي كان. بقيت كنتدفى تنتدفى
حتى واحد شويه كنسمع عاوتاني ولد تيدوي معايا: با حميد با حميد، وطبل وطبل. تندور ما تلقى حتى شي واحد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يمكن غير جاب لي عقلي. انا هنايا تنكريت وخفت على راسي. المهم هزيت الطبال ديالي صافي، قلت نكمل بالزربه، نفيق اللي غادي يفيق ونزيد. وانا علاش كندير هذا الشيء اصلا؟ كل اللي غادي يقول لك لا وسير صافي بارك عليك لداركم. هذه هي الوقيته اللي كنت كنتقوت منها، وكانوا عباد الله كيدبروا عليا، اللي يعطيك 2 دراهم 5 دراهم 10 دراهم، واللي يعطيك السحور، اللي يعطيك شي حاجه تاكلها، وكلها شنو تيعطيك؟ اللي كيعطيك الباس. المهم كنا كنتمعشوا صراحه من هذاك التفيق ديال عباد الله في السحور، وزائد كندي فيه واحد الاجر مع ربي لانني كنفيق عباد الله تسحر. وهذا الشيء هذا انا ولفتو ما نقدرش نحيدو. تيقول فاش نضت بقيت غادي في الدرب عاوتاني وكنطبل، واحد الساعه كنشوف في الارض ديال داك الدرب وكان شويه مغيز، بانوا لي العفطات ديال شي واحد كان تيتمشى، ولكن العفطات ديال رجليه كانوا كبار ماشي عاديين. قال لك انايا بقوه ما شدوني ليهم هذوك العفطات وكبار، لانهم كانوا ديال واحد بالحفا ماشي بصباط. كيبانوا ليا عنده غير 3 ديال الصباع، رجل ديال بنادم ايه، ولكن فيها غير 3 ديال الصباع، هما اللي معفوطين مزيان. بقيت غادي وكنشوف دوك الزطامي وانا غادي وبالي معاهم، حتى واحد الساعه كيبانوا لي العفاطي كيدوروا عليا، وديال من ديال الرجيلات صغيورين يكونوا ديال الدراري صغار، وكنسمع غير بالصوت: با حميد با حميد طبل طبل، با حميد طبل. قال لك هنايا صافي الزغب ديال راسي وقف عليا، تخلعت وطرعبت. تندور تنشوف ما تلقى حتى شي واحد حدايا. يا ربي السلام. قال لك هنايا القلب ديالي بدا تيضرب. عرفت راسي انه والعياذ بالله يقدروا يكونوا هادو جنون، ولكن عاوتاني باش كيصبر راسو تيقول لك الجنون ما كاينينش في رمضان. قال لك بقيت هذيك الساعه وانا غادي وكنتختل وكنشوف يمين وشمال، وحتى التطبال ما بقيتش كنقدر نطبل، كنشوف لي يخرج لي شي واحد. قال لك كنسكات عاوتاني وما كاين والو. حتى شي شويه قال لك كنوصل الجهه ديال واحد الدرب، باش غادي نخرج من داك الدرب غادي ندخل في واحد الدرب واحد اخر. فهاداك الدرب الاخر قال لك في الدخله ديالو كيبانوا لي دراري صغار، ماشي واحد ماشي جوج ماشي 3 ماشي 10، بزاف، ودراري وبنات صغيورين. قال لك تيشوفوا فيا وتنقزوا، والتنقاز ديالهم ما كانش عادي، وتيقولوا با حميد با حميد وطبل وطبل، وتيضحكوا، والضحك ديالهم ديال دراري صغار، ولكن اقسم بالله الا مرعب تيخوف. قال لك ما عمرني ما عشت رعب بحال هذيك الليله اللي عشتها في هذيك النهار. المهم قال لك انا با حميد بقيت غير مصدوم وكنشوف فيهم، حتى انه واحد الساعه تفكرت وقلت او هاد الوقيته هادي ما كاينش شي واحد اصلا من الدراري الصغار يبقى فايق 4 ديال الصباح، ما يمكنش. حتى كيبانوا لي دوك الدراري غاديين وتيجريو ودازوا من قدامي بحال دازت واحد الريح مجهده، حتى انه الجلابه ديالي لعبات بيا. كندور تنشوفهم تيبانوا لي غادي للصور الكبيره ديال المدينه ديال سلا اللي دايره على سلا كامله. واللي ما بغاش يدخل العقل ديالي هو انهم هادوك الدراري الصغار، وحنا الصور ديال سلا المدينه راه معروف كبير بزاف. قال لك بداو تيدخلوا الوسط ديالو، واللي تينقز عليه من الفوق، وهو راه فيه العلو ديال 10 ولا 12 متر، ما يمكنش للدري صغير ينقص بداك العلو، ولو كبير ولو ما عرفتش شكون يكون. قال لك هنايا صافي تخلعت، ما بقيتش باغي نكمل الخدمه ديالي. قال لك جيت معوج وغادي ندخل لذاك الدرب فين كانوا داك الدراري، ويا ريت ما دخلتش لذاك الدرب. قال لك وانا غادي ومن هول الصدمه ديال داك الشيء اللي شفتو من قبل، بقيت غادي حتى كنحس بواحد الحراره مور ظهري، بحال العافيه شعله فيا، ولكن ما كاين لا عافيه لا والو، غير الحراره ديالها. قال لك فاش كندور تنشوف ما تلقى حتى شي واحد. او وهادشي اللي كنحس بيه شنو هو؟ قال لك انا بديت كنصرفق راسي، هويلي واش هادشي كنحلم ولا بصح؟ قال لك كنشوف في الدروبه كيبانوا لي الضو كاملين ضافيين، حتى واحد ما شعل الضو. بلاتي خليني عاوتاني نطبل باش يفيقوا عباد الله. قال لك صافي بلا ما نتنوى بزاف، يمكن غير الخوف دابا بدا كيلعب عليا عاوتاني، زداف والسحور زداف والسحور. بقيت غادي نقول لكم القيمه ديال واحد 10 ولا 15 خطوه، وانا تنخطوها حتى كنوصل الجهه ديال واحد الدرب واحد اخر غادي ندخل فيه عاوتاني. وهذاك الدرب كان غادي ضيق ولكن غادي وتيوسع،
المهم بقيت غادي معاه وانا كنطبل، وغادي يبان لي من البعيد واحد الراجل واقف. غير هو هذا الراجل كان طويل بزاف، ماشي في 2 متر وماشي في 2 متر ونص، غادي تكون فيه 3 ولا 4 متر. الطول ديالو ماشي عادي بتاتا، الوجه ديالو ما كيبانش مزيان، مظلم، وزيد عليها كما قلت لكم الضبابه. حتى واحد شويه كنسمع نفس الصوت اللي انا كنطبل به ونفس صوتي تيجي من داك الراجل، ولكن هو ما عنده لا طبل لا والو. كيقول كتسمع هكا زداف 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 زداف، والسحور زداف 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 زداف، نوضوا تسحروا. يا ربي السلامه. قال لك انا هنايا ما عرفت شنو ندير، واش نرجع باللور، واش نمشي لشي درب، ما عنديش كي غادي ندير، خصني نرجع للور، لانه داك الدرب الديور ديالو كاملين مسدودين، وقدامي داك السيد ومورايا عاوتاني الدرب. قال لك كنضرب دوميتور، يعني غادي نرجع منين جيت، حتى كيبان لي عاوتاني داك الراجل واقف في الراس ديال الدرب الاخر. كنشوف فين كان في الاول ما كنلقاهش تما، تحول من بلاصه لبلاصه. يا ربي السلامه. قال لك عاوتاني درت وبقيت مدرم، زربت في الخطوات ديالي، بقيت غادي 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 وما قديت لا نطبل لا والو، بقوه الخوف اللي كان شادني في ديك الوقيته. هنايا شنو غادي يوقع؟ كيخرجوا لي 5 ديال الكلاب كحل. المشكل شنو هو؟ هادوك الكلاب الكحل ما كانوا صغار ولا كلاب عاديين، لا، كانوا كبارين بزاف، كانوا كيوصلوا ليا حتى للكرش ديالي، بقوه ما هما طوال، زائد اعراضين بزاف، وما كانوا لا كينبحوا ولا والو. حل الفم ديالهم على المصراعين ديالهم ونيابهم كبار، واللي لاحظتو فيهم بزاف هو اللون ديال عينيهم كان مايل للحموريه، والوجه ديالهم كحل. انا هنايا صافي تخلعت، بغيت نغوت ما قديتش بقوه الخوف، عاوتاني عطيتهم بظهري وجيت دا 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 هارب منهم، وهما يتبعوني دوك الكلاب وما كينبحوش، بقاو تابعيني حتى واحد الساعه كنشوف غير في الجنب ديالي كيبان لي الكلب الكحل الكبير، وكان عاوتاني نشوف اليسار ديالي كيبان لي الكلب واحد اخر كحل كبير، والاخرين راه تابعيني. بقوه الخوف صافي طحت في الارض حتى ما عقلتش شنو طرا ليا. غادي تكون داز 5 ولا 10 ديال الدقائق، كنعاود نحل عينيا كنشوف ما كنلقى حتى شي واحد، ما كاين لا كلاب ولا والو، سكات. والشتا بدات كتصب شويه بالجهد، والضباب بدا كيزيد كتر وكتر. قال لك حتى واحد شويه كندور كتبان ليا واحد المراه كبيره، وكانت بالصوت ديال الام ديالي، مع العلم امي الله يرحمها ميته ومن سنوات. كتجي لعندي وانا مخلوع وخايف ودايخ بقوه السخفه اللي كنت طايح، يعني غيبت. مدات لي يديها وقالت لي نوضه وليدي اجي معايا. قال لك مديت يدي لديك المراه وبلا ما نفكر بقوه ما الخوف اللي عشتو في ديك الليله وداك الرعب، عطيتها يديا ومشيت وبقيت غادي معاها. بقات دياني حتى كنوصلوا لواحد الدار في واحد الدرب نيت. هذيك الدار مش غادي نقول لكم معروفه وكنعرفها مزيان انها مهجوره، كانت ديال واحد العائله، وهذيك العائله كامله ماتت في دقه واحده اولا تقتلات في دقه واحده، وهذا الشيء بسبب البنت ديالهم. البنت ديالهم في ديك الدار ما عرفت شنو كان وقع ليها، واش داروا لها سحور ولا ما عرفت شنو، وكانت بحال الا حماقت وتفليبات. ففي واحد النهار هما كانوا ناعسين كاملين، شدت هي ليسانس وشعلات في الدار العافيه كامله وتحرقت هي وياهم، فصبحوا كاملين فحم، يعني كحل بقوه ماكلتهم العافيه، ما تعرف من راسهم من ساسهم. المهم فهي قلت وصلتني لديك الدار وقالت لي دخل هنايا باش ما يشوفوكش وما يتبعوكش. قلت انايا بقوه داك الخوف وداك الشيء اللي تفكرته في عقلي ديال داك السيد اللي كنشوفو، والدراري الصغار اللي كيتلاحوا ولا كيدخلوا في الحيط، والكلاب اللي تبعوني والشكل ديالهم الغريب. قلت صافي عرفت ان هذوك ماشي بنادم، ما يمكنش بنادم يكون بهذيك الطريقه وما يمكنش. المهم قلت دخلت لديك الدار، حتى انه الباب ديال ديك الدار اش غادي نقول لكم ديال الحديد، ولكن مصديه ومحلوله، حتى انه ما بقاش بنادم كيقد يقرب من ديك الدار، بقوه ما وقعوا فيها شي حوايج بزاف، لانه كانوا تيقولوا ديك الدار مسكونه. قلت دخلت ليها وانا ما واعيش ومخلوع وخايف. كنطلع مع الدروج كنوصل للبريمير ايطاج، كنلقى البيبان محلولين. قلت كندخل الدار كانت كامله محروقه، وكان واحد الكرسي قالك هو اللي كاين، هذاك الكرسي معزول. قال لك هو يخرج لي واحد الراجل من داك الظلام، هو يقول لي شكون اللي جابك انت لهنايا؟ قلت كان هنايا طرعبت وتفزعت، بغيت نرجع في حالتي ما قدرتش رجليا فشلوا عليا. قال لك بقيت غير كنترعد وكنشوف فيه، وهذاك الصوت ديال داك الراجل اللي دوا معايا ما غريبش،
كان نفس الصوت ديال صاحبي الله يرحمه اللي كان مات بسبب واحد الكسيده، وكان هو نفس داك الصوت. المهم قال لك انايا بديت كنحاول نحقق في داك الراجل، وكان كحل وفحم. عرفتوا الكحوليه ديال الفحم؟ وبحال هكاك، ماشي بحال اللون ديالنا حنا البشر كحوليه زعما باينه، ولا هذا الكحوليه ديالو ماشي عاديه بتاتا. وهو يقول لي سير جلس تما يلاه. قال لك انا هنايا حنيت راسي وسمعت ليه بلا ما نتجادل معاه في الهضره، ومشيت وريحت تما. نسيت ما قلت لكم واحد القضيه، الوقيته اللي كنت طحت فيها كان الطبل والعصيه طاحوا لي في البلاصه فين كنت طايح، فين زعما غيبت. فلذلك فاش طلعت مع ديك المراه لديك الدار وريحت في داك الكرسي فين قال لي داك السيد ريح، ما كان لا عندي لا طبل لا والو. ففي واحد الوقيته وعلى حين غره كنسمع زدف 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 والسحور، وبالصوت ديال من؟ بالصوت ديال الدراري الصغار. فاش كنشوف كيبانوا لي دوك الدراري كاملين اللي قلت لكم كانوا دخلوا في الحيط، واللي نقز كاملين بيهم، واش 15 واش 20 واش 25 وبزاف بزاف. غير هو شكلهم كان غريب، كحل وعينيهم بويض. اقسم بالله العلي العظيم بديت كنرجف حتى انه اعزكم الله درتها في سروالي، بلت على راسي بقوه الخوف. ويبان لي الطبل ديالي عنده واحد فيهم، واحد شادو وواحد البنيته صغيره شاده العصيه وكتضرب زداف 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 زداف، وكاملين بصوت واحد. والسحور فيقوا تسحروا. با حميد ها هو الطبل ديالك، ها العصا ديالك، وهما يتحطوا قدامي. انا هنايا قلبي بدا يضرب تيضرب 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 تيضرب. وهي تجي عندي واحد المراه لابسه حي كحل وعينيها كانوا تا هما بويض، جات لعندي وهي تقول لي وبهذا الصوت وبهذه العبره وبهذه النبره، وقالت لي نتايا علاش ضربتيه وعلاش اذيتيه؟ غادي تخلص. انا بديت نشوف ديك المراه كنقول لها لا انا ما ضربت شي واحد، شكون هو هذا؟ ما عمرني ما اذيت شي واحد. وفعلا انا ما عمرني في حياتي مديت يديا ولو على ولادي، عندي جوج ديال الوليدات، ما عمرني يديا مديتهم عليهم، وما عمرني ما اذيت شي واحد. ومعروف حميد عند الناس كاملين ديال سلا المدينه، وعند الناس اللي كيعرفوني وعند العائله درويش داخل سوق راسي، وصحتي غير على قد الحال. بدات تقول لي لا ضربتيه، والسيده ومتشبته بداك الشيء اللي كتقول. يا ودي راه ما ضربتش حد، ما تحطيتش عليا الباطل. حتى شي شويه هادوك الدراري الصغار كيجي موراهم واحد جوج دراري صغار وحده اخرين كانوا اللور، جاو دخلوا وهم يقولوا ليها لا ماشي هو، غير تغلط لينا. منين قالوا ليها بحال هكاك هي مشات ودخلات، ما عرفتش اين بيت مشات ليه. المهم دخلات في داك الظلام، وهذاك الراجل اللي كان قال لي سير جلس في الكرسي ما كانش في ديك الوقيته حدانا. وجات حتى هذيك المراه الكبيره اللي مدات لي يديها، ولكن فاش غادي نشوف فيها كانت فوتوكوبي ديال امي الله يرحمها وبنفس الصوت. انا هنايا رجعت لي السنت وقلت ويلي واش الموتى كيرجعوا للحياه؟ واش صافي ربي القيامه قامت ولا شنو؟ ما فهمت والو. بقيت كنشوف فيها وهي دير واحد الضحكه وواحد الابتسامه، وقالت لي اسمح لي يا حميد غلطنا فيك، سير في حالاتك، ما غادي اديك والو دابا، سير خرج. انا هنايا بغيت نخرج ولكن الجهد ما كاينش، ركبيه فاشلين. هادشي هذا اللي توقع ليا ماشي عادي بتاتا. المهم حاولت انني نستجمع كاع القوه اللي عندي، وموراها هربت ونسيت الطبل ونسيت العصيه، وانا نهبط في دوك الدروج وخرجت ومشيت تنجري حتى كنتعكل مع واحد الحجره وتنطيح عاوتاني. فاش كنهز راسي شنو كنشوف؟ تيبانوا لي 5 ديال الرجال، وكانوا على شكل ديال الظل كحل، وما كيبانوش مزيان، كيبان لي غير الظل، وكيلعب كيجريو كيدوروا عليا هاكا كنشوفهم. انايا صافي خفت، بديت كنترعد وتنقول لهم ما تاذونيش، الله يرحم الوالدين ما تاذونيش، عرفت الله ما درت لكم والو. انا هنايا عرفت انه هادو جن والعياذ بالله، ولكن في رمضان هذه هي اللي ما كتدخلش للعقل. واش كنحلم؟ واش هادشي بصح؟ والله ما بقيت عارف والو. حتى واحد شويه واحد من دوك الجن اللي كانوا رجال على شكل خيال كيتم جاي عندي قاصدني،
هو يدخل لي في الجسد ديالي وعاود خرج منه. هنايا جاتني واحد الدوخه وغيبت، ما كنحل عينيا حتى كنلقى راسي في الجامع، الناس مجموعين عليا. مالك شنو عندك، شنو وقع لك؟ جا الفقيه، مالك شنو كاين با حميد؟ قلت له شنو كاين واشنو طرا. قال لي يا شنقول لك، راه شي ناس وشي رجال هما اللي لقاوك طايح في الارض وهما اللي جاو دخلوك، وانا هذيك الوقيته كانوا ملوين عليا الفاصمات فوق راسي وكانوا الدمايات سياله مني. قلت لهم شنو وقع لي، راه ما عرفت شنو وقع. قالوا لي شافوك شي ناس كتجري ودخلتي في الحيط الكبير حتى انك غيبتي وطحتي وبديتي كتفركل. المهم قلت لهم انا راه اللي عقلت عليه راني عاودته. هنا الناس قالوا والو، نمشيو نشوفوا ديك الدار اللي طرا للسي حميد فيها هاد الشيء هذا. فتجمعوا الرجال ما بيناتهم وفعلا مشينا كاملين، انا مشيت معاهم لديك الدار. فاش كندخلوا كنوصلوا ليها، الدار عاديه ما فيها والو غير هي مهجوره. انا شنو قلت لكم، الطبل ديالي والعصيه باش كنطبل كانوا تما. فديك الوقيته ما كانوش في ديك البلاصه. فاش كنتمو هابطين من الدروج كيبانوا ليا مخبعين تحت واحد السده ديال الدروج، بانوا ليا قشعتهم. قلت لهم ها الطبل ديالي وها سميتو هو العصيه. هنا الناس ما عرفوا واش يتيقوني ولا لا. المهم هزيت الطبل ديالي والعصيه ديالي وتميت راجع في حالتي للدار وصافي دازت ديك الواقعه. تندخل للدار كتشوفني المراه، مالك يا هذا الراجل شنو وقع لك؟ قلت لها والو، ما بغيتش نخلعها الليل وهي وليا وراكم عارفين كتبقى بوحديتها في الدار، يعني ما نقدرش نخلعها. صافي قلت لها ما طرا والو كدا ودوزناها بجغمه ديال الماء. فاش طرا لي بحال هكاك المهم دازت المده ديال شنو نقول لكم حتى بقيت 5 ايام من رمضان. وليت شي شويه مزيان وبريت من دوك الضرابي اللي كانوا في راسي وفي يديا وفي كتافي. فقلت غادي ندير واحد ديك 5 ايام الاخرى نخرج فيها. عباد الله نيت كيخرجوا، راكم عارفين كيخرجوا الزكاه، كيخرجوا العشور، كاين اللي كيدور معاك ولا وشنو. قلت في ديك 5 ايام ندبر على راسي. هزيت الطبل ديالي عاوتاني والعصيه وبقيت غادي في داك الليل والسحور زداف والسحور. وكنت غادي في الدروبه وقسما بالله العلي العظيم مخلوع، ربي اللي عالم بيا. المهم هذيك الوقيته سبحان الله العلي العظيم الناس كاين اللي كيطلها، اللي كيلوح لك درهم، اللي كيلوح لك 20 درهم 400، اللي كيلوح لك 10 دراهم، كل واحد وباش كيمن عليك. والحمد لله داك الشيء قليل ولكن الحمد لله جمعت واحد البركه وصافي. قلت نرجع في حالتي للدار، ولكن داك الدرب الاخر ما قدرتش نمشي ليه. المشكل ما بقاش غير في داك الدرب، المشكل ولا تقريبا في المدينه كلها. شنو غادي يوقع ليا انايا وانا راجع من واحد الدرب زعما مختصر وفيه البطويات ديال الضو ودرب زعما نقيقي؟ حتىش غادي نقول لكم كنحس براسي بحال اللي دخلت في شي بعد واحد اخر ما عرفتش. انايا عارف راسي انني في المدينه وفي داك الدرب وكنعرفو، ولكن كنحس بدوك الديور مبدلين وبزاف ديال الحوايج مبدلين. المهم وانا دايز من واحد الدرب كما قلت لكم هو يبان لي واحد الراجل. هذاك الراجل تنعرفو صديق ديالي ومده وحنا معاشرين انا وياه. بان لي ويقول لي اهلا با حميد كي داير بخير مزيان؟ قلت له الحمد لله انت مزيان؟ قال لي بخير الحمد لله. صافي وهنايا حبست المحادثه بيني وبينه. فانا تميت غادي كنطبل، انا هنايا عاد غادي نوعى وغادي دير لي في راسي الطن اجي. هذا صاحبي لا معطي ما كيسكنش هنايا، دارو لهيه في الجهه اللي حدايا. اش جيتي دير هنايا وعلاش خرج من ديك الدار؟ الدور اللي كندور كنلقاه واقف حدا واحد الشجره وكيتبسم في طرميشه ديال العين. كنعاود نشوف فيه كنلقاه دخل وسط ديك الشجره. انا هنا العقل ديالي صافي حبس، ما قدرتش نتيق شنو كنشوف، مع العلم هادشي حقيقه ماشي كنتخيلو. صافي هنايا بغيت نهرب عاوتاني. واحد الساعه طاحت ليا العصيه اللي كنطبل بها، طاحت ليا من يديا. الطيحه اللي كطيح ليا من يديا كنشوفها كتهز قدامي وغاده. يتصوروا معايا بحال الا شي واحد هزها، ولكن داك اللي هزها ما كيبانش، ما كيبان لك والو، لا ضل لا والو، غير الخوا. والعصيه غاده كتجري قدامك ومهزوزه في السماء. انا هنايا صافي لحت داك الطبل من فوق كتافي ومشيت تنجري هربان. بقيت تنغوت وعباد الله واعتقوني وعباد الله واعتقوني. الناس كتطل كدا مالك شنو عندك كدا. المهم واحد الساعه كنطيح تنغيب، تغيب اللي تنغيب كنلقى راسي وسط الدار. المهم المراه عندي مخلوعه، الناس مجموعين عليا مالك السي حميد كدا. قلت لهم ما نعرف. المهم تصوروا معايا ديك 5 ايام فين ما نخرج في دوك الليالي كيطرى ليا نفس السيناريو. المهم دازت الحمد لله بسلام وداز رمضان.
جا العيد عيدنا النهار الاول الثاني الثالث. المهم كانت الامور هدات وما بقيتش كنشوف حتى شي حاجه وما بقى كيطرى ليا والو. ولكن يصحاب لكم حد هنايا وصافي بعدوا مني. لا عاد ما غادي يزيدوا. المهم ارانا في واحد الليله من الليالي المدام ديالي مشات عند الجاره ديالنا، كانوا معروضين العيالات بيناتهم. انا بقيت في الدار. انا الدار ديالي عندي فيها البريمير ايطاج والدوزيام ايطاج والسطح. انا عزيز عليا نطلع للسطح ونخلي الطبل ديالي والعصيه ديالي حدايا، كنخليهم. المهم طلعت للسطح، ريحت، درت قهوه ديالي، جبت واحد الكارو بقيت كنكمي فيه وبقيت كنشوف من السطح كنطل. واحد الساعه قسما بالله العلي العظيم كيبان لي الطبل ديالي كيهزو شي واحد وكيطبل به زدف 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 زدف. كندور كيطلع الطبل زداف، كنشوف كيبان لي خيال وهبط مع الدروج. كنتبعو انا هنايا كيبان لي بحال شي واحد ولكن شاك فيه واش راجل ولا شكون. انا هذيك الساعه كنت حاط يديا على الباب، يعني في هذاك سميتو ديال الباب، على ديك الخويه ديال الباب، حط تما يديا صبع يديا وكنطل وكنقول شكون، ولكن حتى شي واحد ما كيجاوبني. حتى على غفله هذيك الباب ديال السطح كتسدب عليا بجهد زداف، ولا نغوت صباعي تقطعوا ليا بثلاثه. طحت في الارض وبديت تنغوت حتى انهم الجيران سمعوني وجاو تيطلعوا عليا، لانه حنا السطوح عندنا في المدينه السطح كيطلع على السطح. بداو تيطلعوا عليا الجيران كذا، فاش شافوني طايح في الارض وشاد يدي وتنغوت ودمياتي سياله، تلاحوا عندي مساكن شي دراري بان لهم السطح نيت الباب ديال السطح مسدود، فرعوه وهبطوني. المهم داوني للسبيطار. المهم ديك الساعه انا كنت مغيب صراحه، داوني للسبيطار وعاد قدوا لي. المهم الصباع ديالي مشاو لي بثلاثه ما بقاوش عندي. المهم الحمد لله داز بسلام بعدا، ولكن وليت مجرتل حتى انه وليت صافي، وليت انسان فهمتني بحال الحمق. الدار وليت كندلع منها، وفين كنمشي لذاك الدرب نبقى فيه تما بايت. وليت كنشوف شي حوايج بزاف، ونبقى نمشي لديك الدار اللي قلت لكم مسكونه، نمشي ونبقى جالس فيها تما، نشد الكارو نبقى نكمي الكارو وكنبقى نشوف. تبان لي مره يبان لي راجل عريان، كل مره وشنو كيبان لي، حتى انهم ولا تيقولوا لي انت غادي تولي من العائله ديالنا هذوك الجن. لانهم كانوا عائله ديال الجن. المهم بقيت هكا على المده ديال سنوات وسنوات، نقول لكم 3 سنين ولا 4 سنين. العقل ديالي مشى. فهنايا الناس غادي يردوا البال وقالوا علاش كيمشي لديك الدار، يمكن السيد مسكون. شنو يديروا ما يديروا، رجعوني للدار، يعني رجعوني لداري. كانت مسكينه المراه ديالي والولاد ديالي كيرجعوني مره للدار، ولكن كنت كنهرب ليهم، وفين كنمشي لديك الدار كما قلت لكم. المهم رجعوني للدار، جا الفقيه وجاو شي ناس. المهم بقينا جالسين بيناتنا في الصالون وبداو تيقراو عليا القران كاملين بهم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. المهم بقاو تيقراو عليا بحال هكا القران، حتى واحد شويه صافي تصرعت لهم، بديت تنفركل وتنغيب والكشاكش كتخرج لهم فمي، وشي واحد كيهضر. فاللي هضر من الجسد ديالي كان راجل واحد اخر، ولكن السميه ديالو مخربقه. المهم ما غاديش نقول سميتو ما كنحملهاش. فهو بقى كيدوي وتيقول لهم حميد عزيز علينا، حميد في السحور كيجي كينوضنا، حنا حميد غادي نبقاو غير حارسينه ما ناديوهش. فهنا الفقيه قال لهم لا، خرجوا من الجسد ديالو، نتوما راه كتاديوه، هادشي اللي كديروه اذى. مع العلم هذوك الجن كانوا مسلمين. المهم بقى معاهم الفقيه، بقى معاهم حتى شي شويه خرجوا من الجسد ديالي. ولكن شنو قالوا ليه حميد غادي نبقاو معاه، ولا غادي ندوزوا له لولادو ولا لحفايدو، وهذا الشيء هو اللي غادي يطرا. الحمد لله من بعد ولات الحاله ديالي مزيان شي شويه، وداويت وما بقيتش كنطيح بزاف وما بقيتش حمق، ورجع لي العقل ديالي. وبالنسبه لديك المهنه ديال التطبلت ديال كل رمضان بقى نطبل، ما بقيتش كنديرها. من بعد شنو غادي يطرا، الولد ديالي الكبير غادي يتزوج وغادي يولد البنيه ديالو يسرى. هاد البنيه ديالو مسكينه غادي تسكن، ومن الصغر ديالها وما كناش عارفين، كانت كطيح دائما بعظامها، كانت كترعف غير راسها وكتبقى دير واحد التشنجات بالجسد ديالها، وحنا ما كناش عارفين. ديناها لعند الطباب، ما خلينا ما درنا ليها، تيقول لك هي مزيانه ما فيها والو، هادشي اللي كيوقع ليها يمكن عندها شي عارض ما عرفناش. المهم ولكن زعما شي عارض جسدي مرض ما كاينش. فهنايا قلت نقولها للفقيه، مشيت قلتها للفقيه وفعلا دار ليها الرقيه الشرعيه وصدقات. في الاخر حتى هي مسكينه فيها المس، الحمد لله. حاول انه باش يبقى معاها حتى تداوات،
ومن ذاك النهار ولينا كاملين في الدار، ولادي وحفايدي كنديروا الرقيه الشرعيه، ودائما اذكر الصباح والمساء. انا الحمد لله شويه تداويت، ولكن راه مشاو لي 3 ديال الصباح، وكانت هذه هي القصه ديالي مع الجن نهار رمضان. ومن تما حلفت وعرفت انه الجن في رمضان ما كيتشدوش كاملين، كيتشدوا غير المرضى والمجهدين ديالهم، ولكن دوك الجن الصغار والمسلمين كيبقاو، وابليس عليه اللعنه حتى هو كيبقى ما كيتقيدش. هادشي اللي قلت في بالي، والعلم لله. ما كنتمنى انكم تقولوا لي في لي كومونتير اخوتي واش هادشي بصح ولا لا، لانه انا دوخني هاد خونا هذا والقصه ديالو دوخاتني، ما عرفتش واش بصح حتى ابليس ما كيتشدش. فبغيت منكم الدعم، وشكرا لكم على التتبع ديالكم القصه حتى لهنايا. السي حميد راه مات مده هذه كما قلت لكم، والقصه ديالو بدات كتعاود من جيل لجيل ومن الاحفاد ديالو حتى وصلت ليا. ميعادوني ان شاء الله غدا في قصه مرعبه جديده، وما تنسونيش من الدعم ديالكم لا مشروط، وكندير جهدي باش نجيب لكم قصص من قاع الخابيه. غدا باذن الله قصه زويونه، والسلام عليكم.